بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دي أول مرة ليا يعني في أكاديمية الشروق، فالواحد مبسوط إن شاء الله يعني تبقى اكسبيرينس لطيفة والناس تبقى مبسوطة. وسواء أنت مهتم بالموبايل أو لا، خليك قاعد إن شاء الله كده كده يعني هتستفيد بالميمز اللي موجودة على الأقل في البرزنتيشن يعني. خلينا كده زي ما انتم شايفين. الاول التوبيك احنا هنتكلم عن الماركت في الموبايل ديفلوبمنت، فده هيخلي اي حد مهتم بالمجال هيبقى عارف انا رايح فين، ايه التراكس اللي موجوده، ايه الحاجات اصلا اللي هعدي عليها، ايه السالاريز. الناس بتركز في الفلوس، فالناس كلها عايزه تشوف المرتبات عامله ازاي. فكل ده ان شاء الله نحاول نشوفه. طبعا الكلام اللي بيتقال هيبقى كله رينجز، ما فيش في حاجه ثابته عشان ما حدش يشوف رقم يقول لك ده باشمهندس منعم قال لي هخرج اقبض كذا 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 وما قبضتش ده. فعشان ايه بس نبقى اونلاين من دلوقتي. خلينا كده نبدأ سريعا. طب خلينا كده نجرب من هنا. تمام. انا مين الاول؟ يعني انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. انا احمد منعم. لو سرشت على جوجل بس باحمد منعم بنفس الفورمات اللي هيبقى مكتوب، او ممكن تسكان. احنا ممكن نعمل كده تبقى اسهل، او ممكن تسكان الكيو ار كود. انا خبره اولموست 8 سنين في مجال الموبايل ديفلوبمنت، تحديدا الاي او اس. الحمد لله وبفضل ربنا الواحد اشتغل في شركات كتير، كان معظمها بره مصر. اشتغلت في بلاد زي كينيا، الجزائر. اشتغلت في بلاد زي المانيا، امريكا. اشتغلت انستراكتور، منتور. طبعا التايتلز العاديه من جونيور لحد ليد وكونسلتنت. فالحمد لله الواحد عدى على بلاد مختلفه بتايتلز مختلفه بشركات مختلفه. طبعا يعني كان اشهرهم اس تي سي. اس تي معروفه اكتر في البلاد العربيه زي السعوديه وكده. وكان في شركه ثانيه اسمها كودينج دوجو، دي شركه اصلا متخصصه بس في الكورسز في امريكا. يعني نقدر نقول في كام شركه كمان، بس يعني خلينا نتكلم عن دول بس. هتلاقيني بقدم كونتنت، عشان كده هتلاقي فيديوز يعني على اليوتيوب. اللي مش هيعمل سبسكرايب هستناه بره، يعني الموضوع ده مهم. هتلاقيني بقدم كونتنت بتكلم عموما عن برضه حاجات للناس في بدايه الكارير، سواء لينكد ان او السي في. وبالاخص طبعا بتكلم عن الموبايل ديفلوبمنت، وبالاكثر عن الاي او اس. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي. مفيش ميتنج او مفيش برزنتيشن من غير ما يكون في اجنده. فعشان كده الاجنده بتاعتنا هتبقى الاول احنا عايزين نعرف الموبايل ديفلوبمنت اصلا مهمه ولا لا. طبيعي جدا ان احنا كلنا في اول الكارير، كلنا مثلا لسه ناس في الجامعه. فعايزين لو انا هشفت لحاجه زي الموبايل ديفلوبمنت، هل اصلا الموبايل ديفلوبمنت ده مهم؟ هل هلاقي فيه اوبورتيونيتيز؟ هل في كارير اصلا في حاجه زي كده؟ هنتكلم عن التراكس. هنشوف هنستارت بايه وازاي، وليه اصلا اختار تراك اوفر التاني. وهنشوف الجوب ماركت، وطبعا السالاريز اللي اول ما هتتقال الناس هتقعد تحسب دلوقتي الراجل ده بيقبض كام ورا، زي ما كنا بنعمل مع المدرسين زمان. وهنشوف ايه التشالنجز اللي ممكن تقابلنا، وفي الاخر لو حد عنده اي اسئله. نخش في الموضوع على طول. في الغالب انت دخلت في الموضوع على طول. تمام. آه، الموبايل ديفلوبمنت مهمه ولا لا؟ ابسط سؤال هتساله لنفسك لو انت عايز تفكر اصلا تخش مجال الموبايل بكل بساطه. وخلينا نتكلم كده بكل شفافيه. هات لي حاجه انت شغال عليها حاليا ما فيهاش موبايل اب. كل حاجه دلوقتي بقى فيها موبايل ابس. حتى العربيات بقى بداوا العربيات الجديده اللي طالعه مؤخرا تقدر تكنترول العربيه من خلال الموبايل اب بتاعك. فكل حاجه دلوقتي بقى فيها موبايل ابلكيشن. فوانت بتسال نفسك السؤال ده، خلي السؤال بطريقه مختلفه. هو ايه اصلا اللي مش موجود فيه موبايل اب دلوقتي؟ لا طب انا اصلا لو هخش الموبايل ديفلوبمنت انا هختار انهي تراك منهم؟ ايه التراك اللي هختاره عشان ابدا اكمل فيه؟ فالموبايل ديفلوبمنت مهمه. الموبايل ديفلوبمنت مهمه جدا جدا جدا. في البدايه ما كانتش مهمه قوي، ما كانش كله لسه معاه موبايلات. كان في الموبايلات اللي بزراير، كان لسه في الموبايلات بتاعت نوكيا، كان في حاجات كتير قوي موجوده ما كانتش مخليه الناس مهتمه بالموبايلات. كان كله عنده ويب سايت او عنده البراوزر بتاعه، هفتح البراوزر على اللاب او على الكمبيوتر واقعد اعيش حياتي. لكن دلوقتي الموضوع بدا يتطور، والموبايل بقى موجود في كل حاجه حرفيا. التراكس بتاعتنا عندنا الاول النيتف. المنافسه الشرسه بتبقى دايما ما بين الاي او اس والاندرويد. طبعا اللي ماسك اندرويد هيبقى بيطبل جدا الاندرويد، واللي زي حالاتي طبعا اي او اس شغال في الاي او اس هيبقى بيطبل الاي او اس. يوزر اكسبيرينس طبعا مختلفه تماما، مش تطبيلا والله، بس يعني اللي هيستخدم ايفون هيبقى عارف. بعد كده عندنا الكروس بلاتفورم، ودي هنسمعها دايما برضو من ناحيه لناحيه. انا دلوقتي بعمل الاول النيتف. انا واحد اي او اس وواحد اندرويد، فانا عندي واحد بيعمل الاي او اس لوحده وواحد بيعمل الاندرويد لوحده، انجينير وانجينير.
طب في المقابل الناحيه الثانيه في الكروس بلاتفورم زي ما احنا شايفين كده، عندنا فلاتر، عندنا رياكت نيتيف، كان في حاجات اسمها زاميريان وكي اي في واي، بس الحاجات دي اولموست ما بقتش موجوده. زاميريان دي كانت تبع مايكروسوفت، يعني طبعا هنلاقي ان الحاجات اللي زي كده الشركات الرائده اللي بتعملها، يعني مثلا هنلاقي جوجل هي اللي عامله فلاتر، رياكت نيتيف اللي عاملها ميتا، طبعا الحاجات النيتيف سواء سويفت او كوتلين اللي عاملهم برضو جوجل وابل. كان زاميريان اللي عاملها مايكروسوفت. فهنلاقي ان الحاجات اللي زي كده بتبقى الشركات الرائده اللي بتعملها، بس زاميريان نقدر نقول يعني مايكروسوفت ما نجحتش فيها، فبالتالي ما بقاش في ناس كتير بتستخدمها، فبالتالي مش هتلاقيها غير نادرا، ونقدر نقول اولموست اقل من 1% ممكن يكون عارف اصلا يعني ايه زاميريان. وفي الكروس بلاتفورم طبعا الفايده العامه واللي بتخلي الشركات كلها تتجه لحاجه زي كروس بلاتفورم، ان في البدايه انا ببقى محتاج واحد بس يطلع لي كود اي او اس واندرويد، يعني انا بجيب انجينير واحد بيكتب لي كود واحد بيطلع لي اي او اس اب واندرويد اب. طبعا ده هنروح قدام دلوقتي، طب ايه اللي يخليني بقى انا كده لو في كروس بلاتفورم ايه اللي يخليني الناس تفكر في النيتف؟ فدي برضو حاجه ثانيه. زي ما قلنا في رياكت نيتف، ماشي، وفي فلاتر. احنا عندنا الفلاتر في الماركت عموما حتى ما بيننا وبين صح ما بين بعض احنا بنسميها فلاتر، يعني مش هتلاقي حد بيقول لحد انا شغال فلاتر، بيقول لك انا شغال فلاتر، فعشان كده احنا بنمثل عليهم دايما بالفلتر السبع مراحل يعني. وفي الاخر في حاجه اسمها كي ام بي وكومبوز مالتي بلاتفورم. كي ام بي وكومبوز مالتي بلاتفورم دي برضو جوجل، او مش جوجل، هو كان في شباب عملوا لانجوج او مش لانجوج، اوريدي كوتلين موجوده. كوتلين دي البروجرامنج لانجوج حاليا اللي بيتكتب بيها الاندرويد. طب اللي حصل ايه؟ اللي حصل اللي احنا طلعنا وان ستيب مور ان احنا عايزين ننافس اكتر مع الكروس بلاتفورم، فخدوا الكوتلين وعملوا بيها حاجه اسمها كوتلين مالتي بلاتفورم. يعني ايه؟ يعني برضو انا هكتب بلغه برمجه اللي بتكتب للنيتف الا وهي الكوتلين، بس هتطلع لي برضو كود اي او اس وكود اندرويد. طب الكومبوز، الكي ام بي ديت، احنا طبعا الموبايل دايما بينقسم لحاجتين، بينقسم ليو اي اللي هو الانترفيس اللي انت بتبقى شايفه، وطبعا بيهايند ذا سينز بيبقى فيه حاجات مكتوبه، بيبقى فيه حاجات ثانيه مكتوبه كاكواد. فاليو اي دوت هو دوت اللي هتعمله الكومبوز، كومبوز مالتي بلاتفورم برضه. فهم طلعوا حاجتين، الحاجتين دول بيشتغلوا مع بعض، حاجه بتعمل يو اي للاثنين والحاجه الثانيه بتعمل الكود العادي للاثنين. نستارت بايه وليه؟ طبعا الخناقه في الاول، ولما تروح تكلم حد طبعا انت لو جيت تسالني هقول لك خش نيتف، لو جيت تكلم حد كروس بلاتفورم هيقول لك خش كروس بلاتفورم، لو حد شغال فلاتر هيقول لك خش فلاتر، وهنفضل ماشيين في الدايره دي كتير. طب انا محتاج اعرف ايه بقى؟ يعني سيبك من منعم وسيبك من الناس دي كلهم، انت محتاج تعرف ايه اصلا عشان القرار يبقى طالع منك انت. احنا في الاول وفي الاخر احنا مش بنمشي ورا ناس، احنا بنحكم عقلنا وبنشوف اللي احنا هنعرف نعمله ايه، وبناء على اللي احنا بنسمعه والاراء المختلفه بنبدا ناخد قرارنا. طب الحاجات دي زي ايه؟ اول حاجه البري ريكويزيتس، يعني انا مش مثلا مش هينفع اقول لك خش اي او اس طبعا ومش عارف ايه وانت عايز تبدا موبايل وانت ما معكش ماك. الاي او اس لازم تكون معاك ماك بوك اللي هو اللابتوب بتاع ابل، عشان زمان كنت بفتكر ماك دوت ايام ماكدونالدز الساندوتش وكده يعني، فاللي هو ايه من 8 سنين فطبيعي. فالماك دوت اللي انت اللابتوب بتاع ابل تعرف تستارت بيه. في سولوشنز ثانيه مختلفه اللي انت يبقى عندك لابتوب قوي فتعمل عليه هاكنتوش. يعني ايه هاكنتوش؟ يعني ان انا اخد الاوبريتنج سيستم بتاع الماك واضيفه على لابتوب ويندوز، فيبقى عندي لابتوب ويندوز بس لما تفتحه تلاقيه متنكر في ماك وبيشغل لك عادي الاوبريتنج سيستم بتاع الماك. في فيرتشوال ماشين ما انصحش اي حد بيها، دي من 8 9 سنين لما بدات انا كنت قاعد في الكورس والراجل كان بيخلص شرح وبيمشي وانا لسه الابلكيشن مش بيرن عندي، فما انصحش اي حد يعمل فيرتشوال ماشين يعني. تاني حاجه تحطها في الاعتبار التايم، الوقت. لو انت مستعجل، انا طبعا دي وجهه نظري الشخصيه، فالناس بتروح اكتر على فلاتر، فلاتر اسهل في التعلم، عشان كده هتلاقي في شريحه كبيره جدا 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 شغاله فلاتر في الوقت الحالي، فهتلاقي السوق بتاع فلاتر وسع جدا جدا. فلو انت ما عندكش وقت ومستعجل جو على فلاتر. طب لا انا عندي وقت والدنيا معايا مستريحه ومعايا مثلا ماك، هيبقى عندك الاوبورتيونتي ان انت تختار في النيتف اي او اس واندرويد. ووقتها لو انت هتاخد رايي هقول لك شوف مين من صحابك، مين من قرايبك، مين من معارفك عارف اي حاجه من الاثنين وهيعرف يزقك فيهم وخش ذاكرها وخشها معاه. الموضوع بيفرق جدا عن طريق الناس اللي هو انا في حد اعرفه، انا في حد من زمايلي اوريدي بدا وشغال، فدوت اللي هيزقك اصلا. فدي برضو نقطه مهمه جدا نكون حاطينها في الاعتبار. الليرنينج كيرف، انا عايز حاجه نتعلم فيها بسرعه زي ما ذكرت، فلاتر هتتعلمها بسرعه. وموست بروبابل اللي بيخش فلاتر مع احترامي الكامل للشباب بتوع الفلاتر يعني
ما بيكونش عندهم بيز قوي، بيكون عندهم الدنيا على هادي شويه، فبالتالي بيتعلموا التكنولوجي نفسها بسرعه، وبعد كده بياخدوا الحاجات دي مع الوقت. واخر حاجه السوفت وير كونسبتس اللي انا كنت لسه بذكرها، اللي هي الحاجات اللي انا هبدا اتعلمها مع الوقت، وهبدا اخدها خطوه بخطوه، وابدا اذاكرها على هادي مع نفسي، اللي هي بقى زي حاجات زي الاو بي وغيره. انا بالنسبه لي النيتف بيعمل سوفت وير انجينير شاطر. يعني لو انا اي او اس او اندرويد، انا بحس ان انا بخش اكتر في اللغه، بشوف الاو بي كونسبتس. او كم واحد هنا صح يعني نعرف برضو الناس سنه كام وكده؟ سنه اولى. مين سنه اولى؟ تمام ما شاء الله. من سنه تانية؟ اوكي. ما طب ما انا ثالثه ورابعه مش هلاقي حد تقريبا يعني. تمام ماشي. فيعني اكيد انتوا عديتوا بالكونسبتس ديت، زي الاو بي، الديزاين باترنز، السوليد برنسبلز، طبعا السوفت وير كونسبتس اللي في الاول، السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل والحاجات اللي زي كده. الحاجات دي لما بتيجي تشتغل انت بتبدا تنفذها بايدك. يعني حد انت ممكن دلوقتي بالنسبه لك يبقى الموضوع ده ماده علميه بحت، انا قاعد في الكليه مضطر قدام دكتور عشان كورس انا هذاكره وعايز انجح فيه، لكن في المقابل بره كده اصلا انت الفكره كلها انت لما بتخرج بتنفذ الحاجات دي بايدك. فلو انت كنت طالب مش افضل حاجه زي كده وقت الكليه، ما كنتش بتذاكر كويس، غصب عنك لما تخلص هتقعد تذاكر وتقعد تعيد الحاجات دي من تاني عشان بس تثبت نفسك وتعرف تخلص وتنفذها في الشغل بتاعك. فهي دي الكونسبتس اللي احنا بنتكلم عنها، ان انت هتلاقيها بكثره جدا في حاجه زي الاندرويد او الاي او اس، موجوده طبعا في فلاتر بس الناس ما بتهتمش وما بتشتغلش بيها، موجوده في رياكت نيتف بس اولموست ذا سيم. فعشان كده هي الكونسبتس ديت او الحاجات دي هتبدا تديك، انت معاك ماك عندك وقت، انا من وجهه نظري اي او اس جو اهيد طبعا ودوس، وهتلاقي اوبورتيونيتيز مش كتير، بس زي ما قلنا ان انا اشوف مين معايا، اخش اكلم الناس على لينكد ان. حته الكوميونيكيشن دي يعني ممكن نعمل عليها اصلا توك تانيه لوحديها. طب الجوب ماركت، طبعا الناس بقى تبدا ايه تفكر، انا خلصت وعرفت التراك بتاعي وذاكرت وكل حاجه، طب انا محتاج بقى اعرف ايه الماركت بتاعي. يعني الحاجات دي طبعا زي ما قلت ارقام تقريبيه، وفي ارقام منها مش افضل حاجه، انا هقول لكم دلوقتي التصحيح بتاعها ايه. طبعا ده اي اي اللي عامل الكلام ده. الجوب ماركت عندنا التوتال جوبز اولموست 2500. رقم ممكن يبقى مش ادق حاجه. النيتف فيرسز الكروس 65 فيرسز 35. طبعا هو هنا لو بصينا لها بالمنطق هو المفروض النيتف هو اللي 65، لا هو الكروس هو اللي 65 والنيتف هو اللي 35. وده برضو الاسباب زي ما اتكلمنا، ان احنا الشركات لما بتيجي تفكر انا عايز اجيب حد، انا نفسي لو هفتح شركه في الاول رغم ان انا نيتف، فانا هجيب حد في الاول يكتب لي الابلكيشن ده كروس بلاتفورم، يكتبه لي بفلاتر او رياكت نيتف ويشتغل ويخلص الشغل، لان انا هجيب واحد هديله فلوس واحده يخلص الحاجه كلها، بدل ما اجيب اتنين كل واحد فيهم ياخد له الفلوس بتاعته. بس دوت في الاول. مع الوقت ولما بنبدا نسكيل اكتر والشركه تبدا تكبر بنبدا نحول تاني لنيتف. ودوت مثلا في شركات كبيره عملته، على سبيل المثال زي بريدفاست اخر شركه عملت كده، كانت شغاله رياكت نيتف ولسه محوله لنيتف، ودلوقتي الناس اللي بيجات هاير كلهم كلهم نيتف اي او اس واندرويد. فهي بتختلف حسب الليفل. لو انت في الاول جو اهيد يا باشا فلاتر هتلاقي اوبورتيونيتيز كتيره، بس الفكره هتعرف تنافس في الزحمه، عارف عامل زي طابور العيش كلنا عايزين عيش، فهتعرف تخش تلحق تاخد العيش بتاعك وتمشي. هي دي الفكره. الديفلوبر شورتج اولموست 800. الريموت اوبورتيونيتيز صعب ان احنا نلاقي ريموت اوبورتيونيتيز لو احنا مش سينيورز، فحتى 40 دي ممكن تبقى اكتر، ممكن تبقى اولموست 60 او 70 كمان، لان الشركات اللي بره مصر لما بتيجي تهاير ناس، باي ذا واي برضه يعني انا كل شغل ريموت، انا 8 سنين شغال ريموتلي ما اشتغلتش في مصر. فالشركات اللي بره اصلا لما بتيجي تهاير الناس بتدور على الناس السينيورز، قليل قوي 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 اللي بيكون جونيور او ميد ليفل اللي بتجيبه، وساعات بيجيبوهم لو انت الليفل بتاعك عالي. على سبيل المثال انت واحد خبره 3 سنين وعندك سكيلز بتاعت واحد خبره 5 6 سنين، معلش احنا هنجيبك ميد ليفل بس انت هنشغلك كسينيور. هو ده بيبقى الى حد ما الفريم ورك في الشركات بيبقى ماشي كده. فيعني سيبك من حته اللي انا السينيورز بس هي اللي ريموت، لا انت لو اثبتت نفسك بدري بدري بيبقى في اوبورتيونيتيز ليك ان انت تخش شركات. وانا كان في كذا حد شغال معايا في الشركه وهو لسه طالب، كان لسه في رابعه وخمسه كانوا هندسه. فهي الفكره كلها مش قصدي هندسه هنا يعني عشان بقول سنه خمسه يعني. فهي هنا الفكره اللي انت ممكن تشتغل وانت طالب، بس بيعتمد انت عملت ايه في خلال فتره الكليه خلاك توصل ان انت تشتغل عادي وانت طالب. السيكتورز من التوب سيكتورز فعلا في مصر هي البانكينج. البنوك بتهاير بشراهه دلوقتي، ودلوقتي البنك اللي ما عندوش ابلكيشن بيعمل ابلكيشن، سواء في الناحيتين سواء كروس بلاتفورم او سواء نيتيف. بس برضو انت معظم البنوك اللي موجوده في مصر وبره مصر وفي الوطن العربي وفي كل حته
هتلاقيهم نيتيف الا نادرا قوي 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 لما تلاقي بنك شغال كروس بلاتفورم. وده برده بيودينا لحته ان الحاجات لما بتكبر والسكيلز لما بتكبر بنبقى عايزين حاجات مور سكيور، فبنروح لحته النيتيف اكتر. طبعا الكروس بلاتفورم فيه سكيورتي بس مش زي النيتيف. طب اي حاجه كده. تمام. الفلوس، ودي النقطه المهمه اللي كل دلوقتي عينه هتبدا تلمع ويقعد يفكر. هلاقي مثلا واحد كان ويب بيقول لك انا اروح اغير دلوقتي ابقى موبايل بسبب الموضوع ده. ممكن لو الحاجه مش واضحه قوي او لو الالوان مش واضحه قوي كده كده ابقى اسيب البرزنتيشن. انا كده كده باي ذا واي انا بصور فده يترفع عندي على الشانل على اليوتيوب، اللي لو انت ما عملتش سبسكرايب لحد دلوقتي هستناك بره برده. فهسيب البرزنتيشن كده كده يعني في الشانل برده لو حد عايز ايه يبص عليه. انا كده كده عارف اولموست الارقام. يعني الموضوع بينقسم لجزئين. طبعا في البدايه لو انا عايز اشتغل من وانا في مصر، وبعد كده لو انا عايز اشتغل بره. في مصر الجونيورز كده كده في حاجه هنقولها في الاخر برضو، بس عموما يعني خلينا نتكلم دلوقتي على الرينجز. عموما الجونيورز بيبداوا من 8 ل 13، ممكن توصل لحد 20. 8000 في الشهر لحد 20000 في الشهر. وطبعا دي بتختلف من شركه للثانيه. ونقطه مهمه جدا 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 الناس ما بتبقاش حاطاها في الاعتبار، ان مش معنى ان انا رايح شركه تقيله ان الشركه دي تديني مرتب كبير. معظم الشركات الكبيره في مصر ما بتديش مرتب كبيره في الاول. معظمها، مش كلها عشان ما نكونش بنظلم برضه. يعني في شركات انت ممكن تكون متخيلها، ممكن نقول اسمائهم بره، مش هينفع نقول بس عشان ايه احنا في العامه وكده، ممكن نتكلم عن اسمائهم بره. الناس كلها تتخيل ان ازاي شركه زي دي بتدي رقم مثلا قليل. في ناس سينيورز المفروض السينيورز يكونوا بيوصلوا برضه لارقام هنتكلم عنها دلوقتي. يعني مثلا احنا زي ما قلنا، طب خلينا الاول نكمل. الجونيورز من ليتس سي قلنا من 8 ل 18 وممكن يوصل ل 20، وفي ناس بيوصلوا اكتر من كده. في المقابل الميد ليفل هناخد دايما اللي احنا بنختم بيه ونستارت بيه. يعني مثلا الميد ليفل بيبدا من 20 لحد 30، وفي 35 ما شفتش اكتر من 35. السينيورز من 35 اب تو 100. يعني ممكن تلاقي سينيور بياخد 100، سينيور الناحيه الثانيه ممكن يكون بياخد 35. في ايه تاني؟ الليد والاركتكت دول يعني في مصر مش كتير، بس هتلاقي ان هم بيعدوا ال 100 فيما فوق. 100 ممكن 150. ما شفتش حد برضو بياخد اكتر من 150 ل 200. وبرضو عشان الناس ما تبقاش ايه تقول احنا بنقول ارقام في الهوا، الحاجات دي بنسب طفيفه جدا. يعني مثلا انت تلاقي واحد بياخد الرقم ده، هي نسبه ممكن لا تتخطى مثلا 1 2%. طب ده بيحصل ازاي وليه؟ مبدئيا ده رزق. تاني حاجه الايفورت، انت بتعمل اللي عليك وبتعمل مجهود، جايز توصل جايز لا، بس احنا بناخد بالاسباب وبنعمل اللي علينا. والعلاقات برضو، يعني من وجهه نظري اهم حاجه العلاقات، ان انت تبقى عارف ناس كتير، كوميونيكيشنز كتير، ابقى عارف ده وده وده دوت في مصر. طب في المقابل الناحيه الثانيه الارقام هنلاقيها بتختلف تماما تماما، سواء في لو انت شغال ريموتلي في شركه في يوروب او في شركات من السعوديه. السعوديه بقى، الامارات، حاجه زي كده. هم برضو ما بقوش يهايروا ريموت كتير. السعوديه ممكن لسه ستيل بتهاير ريموت دلوقتي، بس يعني فيها وعليها يعني. فنقدر نقول ان احنا برضو لما بنيجي نستارت بتبقى حاجات قريبه للارقام اللي احنا قلناها. يعني في السعوديه او عموما بقى بره مصر، خلينا نتكلم جنرالي بره مصر. انا لو شغال ريموت انت ممكن تستارت از جونيور ب $1000 على سبيل المثال. يعني ممكن تبقى بتاخد 50000 جنيه في الشهر وانت لسه جونيور. بس ليه؟ لان انت جونيور مثلا عديت انترن واولموست اخدت 6 شهور في شركه ثانيه، فانت نقلت على شركه عشان انت كنت واحد كويس جدا وشاطر. الاوبورتيونيتي دي ستيل صغيره، بس لو عرفت تثبت نفسك وعرفت توصل لها الموضوع هيفرق معاك جدا جدا، سبيشالي في الاول. انت اصلا تستارت في شركه كبيره، ده جروث في حد ذاته في كارير اي حد. ايه مع الحسب، كله على حسب الايفورت. بس برده مش معنى، مش بالضروري ان انا ببذل ايفورت كتير ان انا برده هلاقي حاجه زي كده. هو الموضوع بيبقى فيه كومباينيشن حاجات كتير مع بعض. ما دي ستيل كوميونيكيشن. يعني انا من وجهه نظري رقم زيرو في اي حاجه ان انا اوصل، ودي بقولها في كل برزنتيشن، موضوع الكوميونيكيشنز. انا عمري ما هوصل لشغل عن طريق اللي انا بقدم عادي بالسي في بتاعي او عن طريق لينكد ان. لا، انا لازم اقدم واشو ماي سيلف وانزل الحاجات اللي انا بعملها واكلم الناس وانزل ايفنتس واعرف ناس في شركات وناس مش في شركات وكوميونيكيشنز في الكليه وبره الكليه. كل الحاجات دي حاجات كلها بعملها مع بعض عشان اعرف اوصل لاوبورتيونيتي كويسه واحده. نكمل بعد كده. السالاريز بتختلف بقى من يوروب للجولف اريا او وات ايفر. فاحنا هنلاقي ان مثلا ممكن الميد ليفل بيتراوح من 1100 1200 لحد 2000 او 3.
بعد لا مش 2003 عشان ما اكونش اوفر، من 2000 ل 2000 ونص ده ماكسيمم ميد ليفل. من اول السينيور بقى بتبدا تلاقي اللي انت من 2000، في ناس بتاخد من 2200 لحد 3 ونص، وممكن في سينيورز يكونوا بياخدوا 4. بعد كده الليد او الاركتكت هتلاقي ان انت ممكن تروح في ارقام نتكلم من 3 لحد 4 و5، وفي ناس ممكن توصل ل 6 و7، بس دول يعني نسب اللي هو 0.000 ديت. فديت السالاريز موجوده. يعني انا برضه عشان نكون بنتكلم بكل صراحه وبكل شفافيه، انا اعرف ناس بتاخد الارقام القليله جدا، اعرف ناس بتاخد الارقام الكبيره جدا. فانا جاي بنقل لك حاجه من الواقع، انا مش جاي بهبد او بعمل شو او طالع في برزنتيشن عشان اي اس ولا فلاتر الكلام ده الاثنين. يعني دوت جنرالي، دوت هنتكلم نيتيف وكروس. نيتيف وكروس. الفلاتر برضو يعني دي من الحاجات اللي هناخد بالنا منها شويه، ان الارقام بتبقى اقل، بتنزل في الرينجز شويه. يعني لو اتكلمنا في حاجه زي كده، بس مش يعني ده ممكن يبقى في مصر ممكن، ما انا قلت في الاول ان في ناس بتبدا بسبعه وبثمانيه، ده كان في اول اصلا الرينج. ودي لسه هنتكلم عنها في الاخر، لان دي مشاكل شركات تحت بير السلم هنذكرها في الاخر يعني. فهي الفكره كلها ان في الفلاتر والكروس بلاتفورم هم بياخدوا سالاريز الى حد ما اقل شويه. يعني مثلا انا اعرف شركه من اتقل الشركات اللي موجوده في مصر، ومن اتقل شركات الكونسلتنس اللي موجوده، والماكسيمم سالاري بتاع الفلاتر انجينير فيها الليد ممكن يوصل ل $2000، مع ان في المقابل نفس الراجل ده ممكن يكون شغال او يشتغل في شركه ثانيه ويكون بياخد 3 واكتر. فده بيبين الرينجز المختلفه عامله ازاي. طب التشالنجز بقى زي ما قلنا 30 40 الف واحد عايزين يجيبوا عيش، فاحنا كلنا عندنا نفس الحاجه. فدي من اول المشاكل اللي هتقابلك، اللي انت مش لوحدك. يعني انت لازم تثبت نفسك، ولازم تعمل ايفورت كبير، ولازم تعمل كل حاجه ممكنه عشان تعرف توصل لاوبورتيونيتي. فحته اللي احنا كلنا نابلاي زي ما كنت بذكر من شويه، وانا خلاص دخلت عملت ابلاي على لينكد ان او بعت السي في في الايميل، لا مش ده اللي هيجيب اني مور. انت الناس كلها بتعمل كده، فانت ايه اللي هيميزك عن باقي الناس؟ تاني حاجه الترندز. جت في فتره يعني مثلا اول ما فلاتر طلع كان ده الترند، كان اي حد شغال ايه خش فلاتر، يلا انت عايز اي حد حتى لو مش فاهم هيقول لك تعالى فلاتر. لو انت بتسال حد الشخص نفسه مش فاهم اللي انت بتساله هيقول لك خش فلاتر. فهي كان المشكله كلها في الترند، ان احنا ماشيين ورا الترند، اللي هيطلع هنمشي وراه. زي دلوقتي الناس كلها بدات تتجه ان طب انا هتعلم ماشين ليرنينج واي اي ليه؟ يعني ده عصر الاي اي اند سو اون. فاحنا بنبدا نعمل كده. الموضوع ده بيشتتك جدا 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 وبيبوظ الدنيا معاك. انا اعرف ناس مثلا في اول سنه انا ذاكرت فلاتر والدنيا تمام خلاص، عايز اروح ابص على الاي او اس بتقول ايه. طب انت لحقت، طب ما تدي التكنولوجي اللي معاك دي فرصه. فهي المشكله ان الناس ما عندهاش القدره ان هي تكمل فتره كويسه. مفيش مشكله ان انت تتعلم حاجات تانية، مفيش مشكله ان انت تشتغل على حاجات تانية، بس ادي كل حاجه وقتها، خد الاكسبيرينس الكافيه في الحاجه دي، وما تقعدش تشتت نفسك. التشتت هيوديك في الاخر اللي انت ولا خدت ده ولا خدت ده، انا في الاخر بقيت قاعد من غير شغل خالص. السالري جابس طبعا. لما انا كنت بتكلم عن السالاريز فالكل كان فاكر ان انا باخد اللي تحت، وقرايبي فاكرين ده، واصحابي فاكرين ده، في الاخر احنا بناخد شويه الفكه دول يعني. فالمشكله في السالري جابس اللي موجوده زي ما قلت لك، انت ممكن تكون في شركه ليتس سي مثلا انا شغال في شركه ومحمد شغال في شركه ثانيه، فالشركه اللي انا شغال فيها دي ممكن يكون بياخد 3000 4000 دولار، ممكن الشخص الثاني ده افضل من منعم واكسبيرينس اعلى من منعم بس هو بياخد 1000 دولار. طب ايه الفرق؟ هي الفكره كلها اللي انت بتنتقي بقى الشركات، مش كله هيديك نفس المرتب، مش كله هيديك نفس الحاجه. احنا قبل ما بنخش اي شركه احنا بنسال في الشركه دي وبنشوف وبنعرف الدنيا ماشيه ازاي، وبنحاول نكوميونيكيت مع ناس جوه. طبعا احنا في البدايه انا برضه عشان نكون صراحه انا كجونيور انا عايز انط في اي شركه، انا مش تفرق بالنسبه لي الشركه دي بيعملوا ايه، احنا عايزين بس نحط في السي في شركه ان انا اشتغلت فيها وخلاص. لكن بمرور الوقت انت تبدا تنقل خطوه بخطوه. والسالري جابس دي برضو زي ما كنت بقى لسه بقول لمصطفى ان انا كنت بقول دلوقتي ان دي موجوده ما بين الاثنين، ما بين الكروس بلاتفورم وما بين النيتف. يعني انا ممكن اجيب حد جونيور فلاتر وده حصل قدام عيني اديله $400 في الشهر، وفي المقابل اجيب حد جونيور اي او اس والاثنين جامدين جدا، بس ده فلاتر وده اي او اس. جونيور اي او اس هياخد $1000، الجونيور فلاتر هياخد $400، وده حصل قدام عيني وشفته واعرف الناس باسمائهم. فهي الفكره اشمعنى؟ قال لك ده يا عم كروس بلاتفورم كده كده وموجودين كتير، فلو ده ما قبلش غيره هيقبل. في الاي او اس الموضوع الى حد ما صعب ان انت تلاقي حد كويس في الليفل بتاع الجونيور.
فدي مشكله السالري جابس، ودي برضو تخليك تفكر في الموضوع انا محتاج ايه قدام. يا مسهل الحال. هو اللاب متضايق مننا ولا ايه؟ طب يعني ما بديهاش بقى. شركات تحت بير السلم، ودي من أسوأ الحاجات اللي هتقابلك في الاول. انا طبعا يعني على الفيسبوك، لو حد متابعني على الفيسبوك فانا ميمز فقط، انا بنزل ميمز وبنتكلم عن ميمز، عن تحديدا عن المرتبات والحاجات اللي زي كده. فهتلاقي دايما حد يقول لك انا عايز واحد يكون شغال فلاتر وباك اند وترابيزات بلياردو وبينج وكذا وكذا وكذا، وفي الاخر اديله 2500 2500 مصري، جنيه مصري. دي ليه؟ دي شركه تحت بير السلم. باي ذا واي، يعني انا من الناس اللي ما عنديش مشكله اللي انت لو معاك شغل تروح تشتغل في شركه حتى لو تديك مرتب قليل، انا مش ضد ده تماما. انا اللي ضده اللي انت تروح تعمل كده وما تستفدش اي حاجه من الموضوع. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اروح اشتغل في شركه والشركه دي تكون هتديني 4000 5000 جنيه، تمام، بس الفكره كلها ان انا في الاخر هطلع بابلكيشن معاهم، هرفع ابلكيشن على الستور، هيتقال ان في حاجه اتحطت في السي في، في بروجرس حصل. لما احط في السي في ان انا خبره سنه في شركه معينه، هو مش هيسالوني انت كنت بتاخد كام، بس هيسالوني انت عملت ايه في خلال السنه دي. فلو انا حطيت خبره ان انا في سنه في شركه عرفت اطلع فيها ابلكيشن، الدنيا حلوه جدا. طب في المقابل انا اشتغلت في شركه تحت بير السلم حرفيا، هو واحد جاله بروجكت وعايز يشغل شويه ناس ويعمل شو، انا السي او والسي تي او اي سي في الدنيا، فانا هجيب الناس دي شغاله عندي واحطهم وخلاص. طب احنا خرجنا ابلكيشن؟ ما خرجناش. انت عايز تحط خبره في السي في، انا واحد قاعد سنه في الشركه، هتحط الخبره دي، هتروح انترفيو بعديها هيقول لك طب انت عملت ايه؟ هتقول له انا ما عملناش حاجه، ما خرجناش حاجه. هيقول لك طب انت جاي بتعمل ايه؟ فانت ستيل رجعت تاني للصفر، فانت في سنه ضاعت من عمرك في شركه بلا قيمه ومن غير اي خبره فعليه، بل بالعكس انت سوقت البروفايل بتاعك شويه وضيعت عليك اوبورتيونيتي انت كنت داخلها في شركه تانية كان ممكن تفرق معاك. فهي دي بتبقى وجهه نظري، وده كلامي دايما اللي بيندرج تحت شركات تحت بير السلم. انت واحد قاعد من غير ما بتاخدش اي فلوس، طب ماشي، لو جات لك اوبورتيونيتي في شركه هتعرف تستفاد منها فعلا، جو اهيد يا باشا، خد اي حاجه، الموضوع تمام. لكن هي مشكلتي كلها في المقابل الناحيه الثانيه، اللي انت ما تروحش شركه مش هتاخد فيها فلوس او هتاخد فيها فلوس قليله جدا ومش هتاخد خبره، بل بالعكس دي بتضر عليك اصلا بضرر اكبر بكتير من النفع اللي جاي منها. فدي هنا تحديدا معنى كلمه شركه تحت بير السلم، عشان الناس كلها بتخلط، يا عم طب ما انا قاعد من غير شغل، ما انا اروح اخد اي حاجه، ما انت فرحتي في الاخر مش تاخد اي حاجه اصلا. احنا كده خلصنا، فلو اي حد عنده اي اسئله يقدر يتفضل. حضرتك عملت ايه في الجزائر؟ عشان انا مصريه جزائريه فعندي فلوس يعني. انت عارفه شركه يسير؟ عارفاه. انا لحد دلوقتي شغال في يسير. شغال فيها؟ اه شغال في الاي اس. فكره اوبر وين درايفر والحاجات دي. بس هي يسير شركه عموما بتعمل سيرفيسز مختلفه. في كونسبت طالع مؤخرا اسمه سوبر اب. سوبر اب ده اللي انا اكون جايب الشركه دي بتعمل اكتر من سيرفيس، فالشركه دي تكون مثلا بتعمل سيرفيس زي اوبر وكريم، وبتعمل سيرفيس فود ديليفري زي مثلا بقى عندنا مثلا في مصر هنا طلبات بريدفاست او غيره، وبتعمل كمان سيرفيس الوالت اللي هي الفاينانشال سيرفيسز اللي انت تقدر تدفع من خلالها اي حاجه. فهي دي ده الكونسبت يعني. يسير ما بقالهاش فتره طويله قوي. انا شغال في يسير من 2020 او 2021، يعني احنا اللي بدانا معاهم في الابلكيشن. ايوه فعلا. ما هي ستارت اب، يسير كونسيدر تو بي ستارت اب. ايوه فعلا، هو يعني كيكه بروح الجزائر على طول، بس اخر كام سنه هو اللي لما رحت، بس لسه رايحه السنه دي برضه، فعلا طلع في يسير. طبعا حضرتك عارف اكيد الجزائر التكنولوجي والحاجات دي ما كانتش احسن. ماشي. فلما حضرتك قلت الجزائر فاستغربت، بس حاجه كويسه جدا. لا هي يسير شركه جزائريه بس بقى بتوبريت في اماكن مختلفه، يعني بتوبريت برضه في المغرب وليها اوفيس في المغرب وفي تونس وفي السنغال وفي جنوب افريقيا لو انا متذكر صح، وكان ليهم اوفيس في المانيا، وكان ليهم اوفيس في فرنسا. يعني فهي دي بس انت عموما انت مشكله يسير انت لازم تشتغلي اون سايت لو انت في الجزائر، فهي دي الفكره بتاعتها يعني. اي اسئله ثانيه؟ سؤال ايه؟ رياكت نيتيف. بص حلاوه يعني انا ما لاقيش اوبورتيونيتيز كتيره رياكت نيتيف في مصر يعني عشان اكون صريح، بس حلاوه الرياكت نيتيف دي كنت لسه حتى بقولها لحد بره، ان اللي انت ممكن اجيب حد يكون هو شايل كل حاجه، شايل فرونت، انت واحد عارف جافا سكريبت يا باشا انت هتشيل كله، هاخد بقى فرونت على باك اند على اعمل لي الابلكيشن على كل حاجه.
فهو رياكت نيتيف سوق كويس، بس ما اظنش انه في مصر. يعني انت لو تعرف تلاقي اوبورتيونيتي او تلاند على اوبورتيونيتي بره، هو الاوبورتيونيتي بتاعته اللي بشوفها كتير بتبقى بره مصر بصراحه، بس هو في مصر انا ما شفتوش كتير عشان اكون صريح. اي اسئله ثانيه يا شباب؟ ماشي، شكرا يا شباب.